السلام عليكم. اليوم حاعمل كوكيز بس بطريقة سريعة ومختصرة. أول حاجة حجيب البيتي كروكر بنكهة الشوكولاتة، حضيف عليهم بيضتين. حاولي كمان تطلعي البيض من بدري شوي، يعني يكون دافي ما يكون بارد من الثلاجة. حضيف عليهم كمان اللي هو زيت، تقريبا 5 ملاعق كبيرة. هعجنهم إلين ما تتكون معايا عجينة متماسكة. حضيف عليها شوكولات شيبس أي نوع تفضليه. طبعا لا تنسين تخلي الشوكولات شيبس في الفريزر على أساس لما تضيفيه على العجينة ما تذوب معاكي. بعد ما خلطناها حنضيف العجينة هذه في نايلون ونحطها في الثلاجة من شان بس تتماسك معايا. تقريبا لمدة ربع ساعة، وبعد كده أطلعها وأبدأ أشكل الكوكيز اللي أنا أبغى أسويه. بالنسبة للشوكولاتة هذه هي عبارة عن نوتيلا. تقريبا بردتها بالفريزر. جبت اللي هي السيليكون، قوالب السيليكون. حطيت فيها النوتيلا وحطيتها في الفريزر بس عشان تسهل لي الحشو وقت ما أعمل الكوكيز. هنا بديت أشكل الكوكيز. حاعمل نوعين، اللي هو نوع صغير بالمرة ونوع كبير. تقريبا حاخذ كمية بسيطة وحضيف عليها الحشوة اللي أنا عملتها. أنا عملتها على شكل تقريبا كور، لأنها لما تدخل الفرن حتتفرد معي شوي. دخل الفرن قبل لا تدخل الكوكيز لمدة ما تقل عن 10 دقايق. درجة حرارة الفرن تبعي كهربائي كانت 250 درجة. دخلت الكوكيز لمدة 8 دقايق. لا تطولين أكثر من 8 دقايق. لو 9 دقايق ممكن يحترق معك الكوكيز، في 8 دقايق على طول طلع الكوكيز. هعمل هنا شكل ثاني أكبر من الكوكيز، وبنفس الخطوات راح أحط حشوة شوكولاتة لكن حفرد الكوكيز هذه المرة. وطبعا أحب أذكركم لا تنسون تشتركون بالقناة وتدعمونا بلايك إذا عجبكم الفيديو. كده خلاص تقريبا بعد 8 دقايق بالضبط استوت عندي الكوكيز وصارت جاهزة للتقديم. أتمنى وصفة اليوم تكون سهلة وعجبتكم. انتظروني بفيديو جديد وشكرا للمتابعة. مع السلامة.